دي مصر، الدولة اللي بيعيش فيها حوالي 110 مليون نسمة على مساحة كبيرة جدا بتتجاوز المليون كيلومتر مربع. مصر لو قارناها مع أوروبا هتلاقيها بتمتد من لندن لحد روما، ومساحتها أكبر من بولندا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة كلهم متجمعين مع بعض. الواضح إن مصر بتمتلك مساحة كبيرة جدا، وعدد السكان فيها هو الأعلى من بين كل دول الشرق الأوسط. عشان كده كل 1 كيلومتر مربع من مساحة مصر بيعيش عليه 106 شخص. الرقم ده بيعبر عن الكثافة السكانية في مصر عموما، لكن الحقيقة إن مصر من الدول اللي بتمركز سكانها في مساحة ضعيفة جدا من مساحة الدولة ككل، وده بيخلي التوزيع السكاني في مصر من الأغرب على وجه الأرض. لو بصينا على الأماكن اللي بيعيش فيها السكان هنلاقي إن مصر عبارة عن أراضي فاضية تماما ما عدا مساحة صغيرة جدا تقريبا بيعيش عليها كل المصريين. الموضوع هيكون واضح تماما لو بصينا على خريطة مصر بالليل، هنلاقي إن المنطقة الممتدة من أقصى شمال مصر لحد الجنوب الإضاءة فيها واضحة ومنتظمة بشكل كبير. أما باقي المناطق الممتدة شرق المنطقة دي أو غربها هي عبارة عن مناطق ضلمة تماما. مصر تقريبا 95% من مساحتها عبارة عن صحراء جافة. الصحراء ديت جزء من الصحراء الكبرى اللي بتسيطر على المساحة الأكبر من شمال أفريقيا، عشان تكون هي أكبر الصحاري الحارة الموجودة على وجه الأرض. هنا بتوصل درجات الحرارة في الصيف ل 43 درجة مئوية، وبالليل ممكن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق لحد 7 درجة مئوية. أما في الشتاء بتوصل درجات الحرارة في النهار ل 18 درجة مئوية، وبالليل ممكن توصل لحد 0 درجة مئوية. والمنطقة عموما أصلا سقوط الأمطار فيها نادر جدا، وبيحصل فيها عواصف رملية تقريبا على مدار السنة. عشان كده المناطق الصحراوية دي في الغالب عبارة عن مناطق فاضية تماما، على عكس المنطقة بتاعت نهر النيل اللي بيعيش فيها الأغلبية العظمى من السكان. حرفيا لو خرجت من المنطقة دي باتجاه الشرق أو الغرب من أي نقطة هتحس بالفرق الشاسع بين مصر الزحمة اللي كلنا عارفينها ومصر اللي تقريبا فاضية تماما. هنا هتلاقي مساحات شاسعة من الصحراء الجافة اللي مش موجود فيها أي شكل من أشكال الحياة. حرفيا ممكن تمشي لساعات وأيام من غير ما تلاقي إنسان واحد في طريقه. أما بقى في المنطقة الموجودة حوالين نهر النيل الموضوع مختلف تماما. هنا بيعيش حوالي 95% من سكان مصر حوالين النهر اللي بيمتد من أقصى الجنوب لحد أقصى الشمال في منطقة الدلتا اللي بيتفرع فيها نهر النيل لفرعين بيصبوا في البحر المتوسط. المنطقة الموجودة حوالين نهر النيل ديت واللي بيعيش فيها المصريين بتساوي تقريبا مساحة دولة سلوفاكيا، الدولة اللي بيعيش فيها حوالي 4.5 مليون نسمة، وأنا هنا عايشين 120 مليون. في مصر بقى الموضوع مختلف تماما. المنطقة دي اللي بتساوي مساحة سلوفاكيا بيعيش عليها حوالي 102 مليون نسمة، وده اللي بيخلي الكثافة السكانية في وادي النيل والدلتا بتوصل لمعدلات قياسية. حرفيا كل 1 متر مربع من المنطقة دي بيعيش عليه حوالي أكتر من 2000 شخص. عشان كده لو اعتبرنا إن المنطقة دي هي المساحة الفعلية لمصر فهنلاقي إن مصر ثالث أكتر دولة زحمة موجودة على وجه الأرض، وبيسبقها بس دولتين بمساحة مدينتين وهما موناكو فرنسا وسنغافورة. عشان كده مساحة مصر الفعلية هي المنطقة اللي موجودة حوالين نهر النيل سواء في الدلتا أو في الوادي. المصريين كانوا بيعيشوا حوالين نهر النيل على مدار السنين وبيعتمدوا عليه في كل حاجة تقريبا، وحاليا النيل بيوفر لمصر تقريبا حوالي 97% من المياه العذبة، بسبب ان الزراعه بتشكل 12% من الناتج المحلي وبيشتغل فيها اكتر من ربع القوى العامله. بالاضافه لنهر النيل مصر بتمتلك ساحل طويل على البحر المتوسط في الشمال بيوصل طوله لحوالي 1000 كيلو متر، وفي الشرق بتمتلك ساحل اطول على البحر الاحمر بيتجاوز طوله ال 1900 كيلو متر. لو بصينا على خريطه توزيع الجبال هنلاقي ان مصر تقريبا على ارض مستويه ما عدا المنطقه اللي موجوده على ساحل البحر الاحمر اللي بتمتد من خليج السويس لحد الحدود الجنوبيه. هنا بقى بيوصل ارتفاع الجبال لاكثر من 1000 متر، وبيوصل ارتفاع اعلى قمه لاكثر من 2100 متر. الجبال الموجوده على ساحل البحر الاحمر ديت بتمتص الرطوبه اللي جايه من البحر وبتعترض طريق الرياح، وده بيؤدي الى سقوط الامطار الى الساحل الضيق اللي موجود على البحر الاحمر واللي بيمشي بالتوازي من جنب الجبال من الشمال لحد الجنوب. لكن ارتفاع الجبال ده بيمنع الرياح المحمله ببخار الماء واللي بتسبب لسقوط الامطار من الوصول للمناطق اللي موجوده خلفها، وده بيخلي سقوط الامطار على المناطق اللي ورا الجبل نادر جدا. عشان كده الاراضي دي عباره عن اراضي صحراويه جافه خاليه من اي شكل من اشكال العمران، على عكس المنطقه اللي موجوده قدام الجبال على ساحل البحر الاحمر اللي موجود فيها كل المدن اهمهم الغردقه ومرسى علم. في المناطق الشماليه لمصر على ساحل البحر المتوسط الموضوع مختلف تماما. هنا المنطقه في الغالب عباره عن اراضي مستويه مش موجود فيها الجبال زي البحر الاحمر. عشان كده الرياح اللي بتيجي من البحر المتوسط بتوصل للمناطق الداخليه لان السكه قدامها مفتوحه ومفيش اي جبال تمنعها. الرياح اللي بتيجي من البحر المتوسط دي خلال فصل الشتاء بتكون محمله ببخار الماء، وده بيسبب سقوط الامطار على المناطق الشماليه
للبحر المتوسط، والامطار دي بتبدا تقل تدريجيا لحد ما تخش في الداخل لحد ما يبقاش ليها وجود. عشان كده فصل الشتاء هو الفصل الاساسي لسقوط الامطار في مصر، بينزل فيه حوالي 90% من امطار مصر. واكتر مدينه بينزل فيها الامطار في مصر هي اسكندريه اللي موجوده على ساحل البحر المتوسط. وعلى مدار السنه بتتعرض مصر للرياح اللي بتيجي من المناطق البارده في اوروبا وتوصل لحد مدينه المنيا. عشان كده بتنخفض درجات الحراره على مدار السنه في المناطق اللي موجوده في الشمال والقريبه من البحر المتوسط لحد مدينه المنيا. اما بقى المناطق اللي موجوده بعد مدينه المنيا الموضوع فيها مختلف تماما. هنا في اقصى جنوب مصر موجود مدار السرطان اللي بيمر من الشرق لحد اقصى الغرب. المنطقه دي بتتعمد عليها اشعه الشمس خلال فصل الصيف. عشان كده كل ما بننزل في الجنوب تحت درجات الحراره بتعلى بشكل رهيب، لانك بتكون قريب من المنطقه اللي اشعه الشمس بتكون عليها بشكل مباشر. عشان كده مدينه اسوان هي المدينه الاعلى في مصر في درجات الحراره، والمدينه على مدار يومين في صيف 2024 وصلت درجه حرارتها ل 50 درجه مئويه، وده خلاها من بين اعلى المدن حراره على وجه الارض في الوقت ده. عشان كده لو بصينا على المنطقه اللي بنعيش فيها السكان هنلاقي ان المنطقه من اول اسوان لحد الحدود الجنوبيه بعد السودان بيعيش فيها عدد اقل من السكان مقارنه مع المناطق اللي موجوده في الشمال. منطقه الوادي والدلتا بيعيش فيها حوالي 102 مليون نسمه، منهم 22 مليون نسمه عايشين في القاهره، والرقم ده اكبر من عدد سكان ليبيا وتونس مع بعض. في القاهره الحياه بتبان ان رتمها سريع، لكن في الحقيقه هي رتمها بطيء جدا. حرفيا لو انت بتستخدم المواصلات العامه فانت هتقضي جزء كبير من حياتك في اتوبيسات النقل العام اللي هي في الغالب مصطلحها الاستخدام الادمي، ولو عندك عربيه حياتك هتكون عباره عن فوضى مروريه، وده بسبب الزحمه اللي فيها. في القاهره الشوارع ضيقه والمباني عاليه والدنيا زحمه بشكل مش طبيعي، والشارع عباره عن عربيات كتير وناس كتير، وده طبيعي لان حرفيا كل 1 كيلو متر مربع في القاهره بيعيش عليه اكتر من 50,000 نسمه. عشان كده القاهره اكتر مدينه زحمه موجوده في الشرق الاوسط. مصر تقريبا عباره عن اراضي صحراويه جافه الزراعه فيها تقريبا مستحيل، وحتى تعميرها او بناء مدن جديده فيها تكلفتها هتكون عاليه. وفي نفس الوقت الدلتا ووادي النيل بيعيش عليهم الاغلبيه العظمى من السكان، والمنطقه دي موجود فيها تربه خصبه صالحه للزراعه بتشكل 3% من مساحه مصر، وده بيخلي ان مصر تمتلك اراضي زراعيه بتساوي تقريبا مساحه بلجيكا. عشان كده الحل الوحيد اللي مصر حاولت تنفذه على مدار عشرات السنين هو التوسع وبناء مدن جديده في الصحراء عشان تحاول تسحب السكان من القاهره وباقي المناطق الموجوده في الشمال. عشان كده تم بناء مدينه 6 اكتوبر ومدينه الشيخ زايد في غرب القاهره، وفي الجانب الثاني تم بناء مدينه العاشر من رمضان والشروق والعبور وبدر، بالاضافه لاكبر مدينه بقت لحد دلوقتي وهي القاهره الجديده اللي تم انشائها سنه 2000. المدن الجديده الموجوده حوالين القاهره بتوفر وحدات راقيه بسعر عالي جدا، بما ان معظم الناس مطلوب منهم ان هم يروحوا شغلهم كل يوم في القاهره، فالمدن ديت نسبه الوحدات اللي ساكنه فيها ما بتعديش ال 40%. اما بقى الوحدات فهي عباره عن وحدات لسه ما اتباعتش او وحدات اتباعت بس لسه مقفوله، وده بيخلي عدد الوحدات السكنيه المقفوله في مصر حوالي 14 مليون وحده. حدود بين مصر والسودان لما تشوفها من بعيد تحس انها طبيعيه جدا، بس لو قربنا شويه هنلاحظ ان في ارض فاضيه بين الدولتين، منطقه بير طويل اللي مصر بترفض ضمها لاراضيها والسودان برضه بترفض ضمها لاراضيها، وده اللي بيخلي ان الحدود بين مصر والسودان من بين اغرب الحدود اللي موجوده على وجه الارض. لو انت عايز تعرف سر منطقه بير طويل ديت وليه الدولتين كل واحده فيهم رافضه تضمها لاراضيها اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لك فيديو عنه. وكده يبقى انتهينا من حلقه النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبك، بس ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبس كده. وافتكر دايما انك تستحق الافضل.